فكوا كل الكراسي واحد ورا التاني، وكل كرسي بيتشال بيكشف تحته عن مساحة جديدة من الأرضية لحد ما الأرضية كلها بقت فاضية. بعد كده فكوا ألواح الجدران وشالوا كل طبقات العزل القديم اللي كانت موجودة، وكمان فكوا ألواح السقف وكل التوصيلات القديمة اللي هيستخدموها. ودلوقتي الأتوبيس بقى فاضي تماما. وأول مشكلة قابلتهم هي إن الأرضية كانت حالتها صعبة جدا، والصدى كان في كل ركن حرفيا، واللحامات مليانة طبقات قديمة متراكمة فوق بعضها. عشان كده كان لازم يبدأوا في إنقاذ أرضية بيتهم الجديد من الصدأ. استعانوا بالصنفرة الكهربائية عشان يشيلوا كل طبقات الصدأ. أما الحتت الصعب الوصول ليها زي الزوايا واللحامات فاستخدموا لها فرش معدنية قوية عشان ينظفوها كويس. والشغل ده كان صعب ومتعب، بس في نفس الوقت كان ممتع وكله تحدي. بعد كده سدوا كل الأخرام الصغيرة اللي كانت موجودة في الأرضية، واستخدموا في العملية دي قطع معدنية مدورة وثبتوها بلزق قوي. أما الفتحات الكبيرة بقى فكانت محتاجة حاجة أكبر، وعشان كده قصوا لها قطع صاج معدنية على مقاسها، وبعدين لحموها مباشرة في هيكل الأرضية، وصنفروا مكان اللحام عشان يبقى ناعم ومستوي. والخطوة دي كانت مهمة جدا عشان يضمنوا إن البيت الجديد يكون ضد الرطوبة والتسريب.